ضرب عب. الشوط الأول. سيطرة أهلاوية وهدف أول. بدأ الأهلي المباراة بسيطرة ملحوظة على الكرة وكثف هجماته منذ البداية، حيث أهدر عدة فرص أبرزها في الدقيقة التاسعة عبر تسديدة من رامي ربيعة. رغم المحاولات ظل الأهلي يسيطر حتى الدقيقة 32 حينما استغل اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي خطأ من دفاع العين ليسجل الهدف الأول للأهلي ويعلن تقدمه بنتيجة 1-0. واصل الأهلي تقدمه الهجومي رغم تقدمه بالنتيجة، وسعى العين الإماراتي إلى الرد من خلال بعض المحاولات غير المكتملة، وكانت أبرزها تسديدة بالاسيوس في الدقيقة 92 التي لم تهدد مرمى الأهلي بشكل كاف. وانتهى الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف إيرفراند. الشوط الثاني الأهلي يواصل الهيمنة ويعزز النتيجة. بدأ الأهلي الشوط الثاني بنفس القوة والسيطرة مع تفعيل اللعب من الأطراف، وخاصة من الجهة اليسرى عن طريق اللاعب يحيى عطية الله الذي قدم عرضيات مميزة. وبينما شهدت الدقائق من 51 إلى 54 بعد السيطرة النسبية للعين، عاد الأهلي إلى الهجوم سريعا. في الدقيقة 55 نفذ ميا طاهر محمد طاهر عرضية رائعة وجدت تسديدة قوية من الإمام عاشور الذي سجل الهدف الثاني بتصويبة صاروخية ليتقدم الأهلي بنتيجة 2-0. اقترب الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 62 حين حاول من وسام أبو علي تسجيل هدف إضافي، ولكن دفاع العين تصدى له. رضياء محاولات العين والتبديلات. استمر العين الإماراتي في محاولاته للعودة إلى أجواء المباراة، وقام بإجراء تبديلات هجومية في الدقيقة 64 بمشاركة لابان كوجو الذي أضاف قوة هجومية، لكن الأهلي واصل هيمنته في أغلب المحاولات الهجومية، بينما بقي العين عاجزاً عن تقليص الفارق. شهدت الدقيقة 80 دخول الثنائي عمرو السولية وعمر كمال عبد الواحد بدلاً من أي حسين الشحات وأحمد نبيل كوكا لتعزيز وسط الملعب. كما جاءت أخطر فرص العين برأسية من لابا كوجو في الدقيقة 86 لكنها مرت بجوار القائم. 4. الهدف الثالث للأهلي وختام المباراة. مع نهاية الوقت الأصلي أجرى الأهلي تبديلات إضافية بإشراك محمد مجدي أفشا وأشرف دارياند. وفي الدقيقة 30 حصل عمر كمال عبد الواحد على ركلة جزاء بعد مرتدة سريعة، واستطاع محمد مجدي أفشا تسجيلها بنجاح في الدقيقة 30 ليختتم الأهلي المباراة بثلاثية نظيفة. أجواء المباراة والإقبال الجماهيري. حضر المباراة أكثر من 50 ألف متفرج في استاد القاهرة، وتابعت ملايين الجماهير من مصر والإمارات المباراة عبر البث المباشر. شهد اللقاء أجواء حماسية بين جماهير الفريقين، وبهذا الفوز التاريخي أكد الأهلي المصري إراقة تاريخه وتميزه في البطولات القارة.